جاك دي ريبر أو جاك السفاح، قصة اللي لهمات مجموعة من الكتاب اللي الألغاز ديال هاد القصة باقا مجهولة لحد الآن. جاك قاتل متسلسل دار أبشع الجرائم حق النساء اللي كانوا كيعيشوا في الأحياء الفقيرة، وكان كيستهدف بالأخص العاهرات والمميسات اللي كانوا كيعملوا في ديك الأحياء. في لندن في عام 1888 كان هاد السفاح عنده سميات وألقاب كثيرة مثل قاتل وايت شابل أو ذو المئزر الجلدي أي الطابلية. القصة ديال هاد السفاح لهمات بزاف ديال الكتاب الروايات، وبزاف منهم اللي ذكروا سبب التسمية ديال جاك بهذا الاسم، جاك السفاح. واحدة من الأسباب اللي خلاتهم ينعتوه بهذا الاسم، السبب الأول هو أنه واحد النهار اتصل بوكالة الأخبار المركزية وقال لهم أنا جاك السفاح، وبزاف اللي اتصلوا في ذاك الوقت بالوكالة الأخبار وقالوا لهم باللي راه سميتنا جاك السفاح، الشيء اللي خلى بزاف يعيطوا ليه بهذا الاسم من ديك الساعة. بزاف ديال الرسائل اللي كانوا كيوصلوا للوكالة ديك الساعة، ولكن رسالة وحدة وصلتهم واحد النهار وكانت دموية بزاف. واحد النهار وصلت واحد الرسالة للبوليس واستقبلها المحقق جورج ليسك. الرسالة كانت دموية حيث جات الرسالة ومعها نصف كلية ديال واحد الضحية من الضحايا ديال جاك السفاح. مكتوب في الرسالة: من الجحيم سيد ليسك، أرسلت إليك هذه الرسالة ومع نصف كلية، والنصف الآخر لقد قليته وأكلته، لقد كان لذيذا جدا، وإذا انتظرت قليلا سأرسل إليك السكين الذي قمت باستخراج به الكلية. التوقيع: أمسكني حين تستطيع. هاد السفاح كان كيختار النساء اللي كانوا كيعيشوا في الأحياء الفقيرة أو العاهرات والمميسات اللي كانوا كيعيشوا في وايت شابل. كان كيشدهم وكيقطع لهم الحنجرة ديالهم وكيستأصل لهم بعض الأعضاء ديالهم، الشيء اللي خلى المحققين يشكوا أنه ربما القاتل عنده خبرة في التشريح أو الجراحة. حتى واحد ما عرف عدد الجرائم اللي ترتكبت من نفس الشخص، حيث أي واحد كان ممكن يدير نفس الطريقة ديال القتل. عدد الجرائم اللي تسجلت ما بين 3 أبريل عام 1888 و 13 فبراير 1891 كانت 11 جريمة قتل، ولكن 5 الجرائم تمت بطريقة دموية بزاف، سموها الخمسة الكنسية. تمت هذه 5 الجرائم بنفس الطريقة الدموية وبنفس البشاعة. دابا أجي نقول لكم الطريقة باش تقتلات كل ضحية من هاد 5 الضحايا. أول وحدة هي ماري آن نيكولز. لقاو نيكولز مقتولة مع 43 دقيقة ديال الصباح نهار الجمعة 31 أغسطس عام 1888. عندها 2 جروح عميقة في الحنجرة ديالها وجرح آخر عميق تحت الكرش ديالها، وبزاف الجروح الأخرى اللي تمت بنفس الأداة الحادة. ثاني ضحية هي آني شابمان. لقاو الجثة ديال آني مع 6 ديال الصباح نهار السبت 8 شتنبر عام 1888 في شارع آخر، شارع هانبيري 29. قتلات بنفس الطريقة 2 ضربات في الحنجرة، ولكن هاد المرة فتح ليها الكرش كاملة وحيد ليها الرحم ديالها. ولكن هاد المرة كان واحد الشاهد اللي قال لهم راني شفت شابمان مع واحد السيد مع 5:30 ديال الصباح، شعره كان كيبان ملس ولابس مزيان، كان كيبان لاباس عليه. الضحية الثالثة والرابعة هي إليزابيث سترايد وكاترين إيدوس. هاد 2 قتلوا في نفس النهار، نهار الحد مع الصباح بكري نهار 30 سبتمبر عام 1888. ولكن سترايد لقاو عندها غير ضربة وحدة وماتت. إلا لاحظتوا معايا باللي إليزابيث سترايد ما تقتلات بنفس الطريقة وبنفس الوحشية، ولكن أغلب المحققين نسبوها لجاك. قالوا ربما ماتت بالزربة، الشيء اللي خلى الرغبة ديال جاك ما تشبعاتش وخلاه يقلب على الضحية الثانية اللي هي كاثرين إيدوس. كاثرين لقاوها مقتولة وميتة في واحد الساحة سميتها ساحة ميتري، ولقاو حلقة مقطوع والكرش ديالها مفتوحة بنفس الفتحة ديال الضحايا الأخرين، ولكن هاد المرة الكلية اليسرى ديالها محيدة والرحم ديالها محيد منه جزء كبير. عاوتاني قال لهم واحد الشهيد باللي شفتها مع نفس الشخص اللي عنده نفس المواصفات ديال الشاهد الآخر، شعر ملس ولابس مزيان كيبان لاباس عليه. هاد المرة لقاو واحد الشال ديال الضحية عامر بالدم
في الدخله ديال واحد المسكن، ولكن الغريب هو انه فوق الطرف ديال الشال مكتوب على الحيط واحد الكتابه اللي ظنوا المحققين انه يمكن شي يهوديين متورطين في القضيه، ولكن خوفا من الشغب او ما يسمى معاداه الساميه محاو الاثار ديال الكتابه وضمسوا القضيه. اما الضحيه الخامسه فهي ماري جين كيلي، لقاوها مشوهه كامله بطريقه خايبه فوق الفراش النعاس ديالها مع 10 ديال الصباح نهار الجمعة 9 نوفمبر 1888. لقاو الحلق ديالها مقطوع والسفاح خوا كرشها كاملة من الأعضاء وما لقاوش الآثار ديال القلب ديالها. التحقيق في هذه الجرائم استمر عامين من عام 1888 إلى 1891 وما عرفوش شكون القاتل لحد الآن. استمر البحث والشكوك ديال الناس والكتاب والعلماء. البعض كيقول ربما شي طبيب بحكم استئصال الأعضاء ديال الضحايا، والبعض كيقول ربما شي موظف حكومي لأن الجرائم كانت كدار غير في الويك اند. ولكن بعض الباحثين والعلماء في جامعة جوهان موريس في ليفربول نشروا واحد البحث كيقولوا فيه باللي بعد البحث اللي داروا على واحد الشال اللي شراه واحد رجل الأعمال سميتو راسل إدوارد في مزاد علني عام 2007، لقاو جوج العينات ديال الحمض النووي. واحد العينة كترجع لكاثرين وهي الضحية الرابعة، أما العينة الثانية كترجع لواحد الحلاق بولندي سميتو آرون كوزمينسكي واللي كيسكن قريب من الضحية الثالثة حسب ما قالت واحد الصحيفة ديلي ميل. ولكن ديك الفترة ما قدروش يثبتوا عليه والو رغم أنه كان مريض نفسي، ولكن كما كان الحال فآرون كمل حياته كاملة في سبيطار الأمراض العقلية حتى مات عام 1919. ولكن بالرغم من الأبحاث كاملة فما قدروش يعرفوا السفاح الحقيقي، وبعض العلماء قالوا باللي هذا البحث تاع جامعة ليفربول ماشي بحث دقيق وفيه بزاف ديال المغالطات. هنا كتسالي القصة ديال جاك. قولوا لنا في التعاليق شكون هو المجرم في نظركم، واش آرون الحلاق كما قالت الأبحاث أو شي طبيب أو واحد من المحققين اللي كانوا خدامين على القضية. هنا كتسالي القصة ديال اليوم، نتلاقوا في قصة أخرى إن شاء الله.